السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. خلينا متفقين كده مبدئيا يا جماعة إن بعد أي ثورة أو بعد أي نظام سياسي بيتشال بيحصل فوضى في أي بلد، ده حقيقي. وأي حاكم أو أي مسؤول بيجي بعد الفترة دي بيطحن مبدئيا، دي ما فيش اتنين يختلفوا عليها في مصر أو في العالم. طيب، في أخ فاضل بعت لي تعليق بمنتهى الادب والاخلاق يعني، وبترحم على الدكتور مرسي وبيقول لي بتدافع عن الاخوان. طيب الاخوان ما تنسيش ان الاخوان زوروا، والمفروض مش هو الحاكم الشرعي للبلاد، وان هو في تزوير حصل من خيرة الشاطر 20 مليون صوت. طيب مبدئيا كده انا مش هفضل اعيد وازيد في قصه ان انا مش اخوان ولا اي توجه سياسي، واي حد كان ليه توجه سياسي كل ده بعد فتره الثوره اللي هي من 2011. احنا كلنا مثقف متعلم مش متعلم ما كناش نفقه اي شيء في السياسه. مبدئيا خلينا متفقين على الموضوع ده. فانا بتكلم على الاخوان بحكم الحقبه اللي انا عشتها. انا لا عصرت السادات ولا عصرت عبد الناصر. انا كنت بسمع بطولات لغايه لسه قريب جدا، والله كنت بسمع عن بطولات. يعني بصراحه رحمه الله عليه الرئيس انور السادات، له ما له وعليه ما عليه. انا ما سمعتش عنه في حياتي من اهلي او من الجيران او من اي حد حواليا، ما سمعتش اي شيء الا بعض الحاجات بسيطه. قالوا الاخوان وما اعرفش، كان هو تبعهم تبع جماعه الاخوان، وبعد كده انقلبوا عليه وكده فاختلوه، ومش متاكده من المعلومه دي، الله اعلم بيها. جمال عبد الناصر برضو كنت بسمع كل خير لغايه ما اتفاجئت ان في ناس برضو بيهاجموه ويقول ده كان نفس قصه السيسي كده، برضو نفس السيناريو متكرر بالظبط. ما اعرفش عنهم حاجه بصراحه. فانا بحكم ان انا عشرت الفتره دي من 2011، ده طبيعي ان انا هتكلم عن الفتره دي، بحكم ان احنا كانت اول تجربه ديمقراطيه بالنسبه لنا، واول مره طبيعي طبعا كانت كلنا بالنسبه لنا كانت اول تجربه سياسيه بالنسبه لنا، واول مره نحضر انتخابات، وكنا فرحانين بالتجربه يعني لغايه ما فشلت الحمد لله. فده اللي خلاني بتكلم عن الاخوان. طيب نيجي للنقطه الثانيه. انا مش هدافع عن الاخوان واقول ان هم ما ظهروش، انا ما اعرفش برضو المعلومه دي يا جماعه، انا مش واثقه فيها. مفيش حد بعيد عن مستوى الشبهات. وارد ان يكون الاخوان طبعا بحكم ان هم كانوا عايزين، ده زي ما بيقال برضو ان كانوا طمعانين في الحكم واستغلوا ثوره 25 يناير وطلعوا على الثوره، وهم اللي استغلوا الامور دي كلها عشان يوصلوا للحكم يعني. انا معاكم. طيب الاخوان فازوا بالحكم بنسبه كام؟ 51%، يعني حوالي 45 مليون او 50 مليون مصري. انا ماشيه مع حضرتك ان حصل تزوير في 20 مليون صوت، معناه ان نهائي كده حوالي 30 او 35 مليون مصري. وهل ده مؤشر ان الناس دي ما تستاهلش ان هي تكون محط دراسه؟ عارف يعني ايه عندك كتله 35 مليون او 30 مليون يكون ليهم القوه ان هم يحشدوا الناس حواليهم؟ ده على افتراض ان طبعا كل المعارضين اللي بيطلع يتكلم بيتقال عليه ان هو اخواني، معناه ان راحوا انتخبوا الاخوان، معناهم ان هم كلهم اخوان. انا ماشي ورا كلامكم كل اتهاماتكم اهي. هل كتله من الشعب بحجم 30 مليون تستاهل اللي اتعمل فيها؟ نفترض كل الكلام ده صحيح. طيب الناس اللي بتدافع عن السيسي ومصره تدافع عن السيسي لغايه دلوقتي لك كامل الحريه، بس تعالى نتناقش زي ما بدات من البدايه. انا كنت فاتحه التعليقات وما زلت فاتحاها، واللي بيدخل يعلق بالادب وبالاحترام ويتناقش ما فيش اي مشاكل، يرد عليا وارد عليه ما فيش اي مشاكل بمنتهى الاحترام. واللي بيجل ادبه ويتطاول بعمل بلوك على طول وامسح التعليق بتاعه، عشان بس ما نجرحش مشاعر في تطاول. انا بقفله على طول، بعمل بلوك على طول. طب تعالى يا سيدي انت بقى اقنعني برايك. انا شايفه من وجهه نظري ان لا، انت مش خاين ولا عميل. الناس كلها اللي بتأيد السيسي مش خونه، الناس مصريين ما ينفعش اخونهم. طيب وقلنا قسمناهم لبعض الفئات، فئه منتفعين طبعا رجال اعمال والفنانين، وفي ناس تانية بسيطه اتضللت واتضحك عليها ان احنا نخلي مصر في حته تانية، وفعلا بقت في حته تانية لورا. وفي ناس عاطفيا مثلا كانوا ضد الاخوان، فطبيعي ان ده خلصهم من الاخوان. والاخوه المسيحيين زي ما قلت ان جالهم المخلص اللي يخلصهم من الاخوان المسلمين والناس الشريره دي اللي هتذبحهم في مصر. فانا مش ههجر على حاجه ومش هقول انك انت خاين وعميل، بس حضرتك تعالى اقنعني برايك. هات لي اي حاجه عملها السيسي في مصر تخليني تستدعي ان انا اقول ده رئيسي، او اقول ان هو راجل محترم، او ان هو راجل مخلص لبلده، او ان هو يبقى في الحكم. هو طلع قال لو الشعب كرهنا، وهو لو انتم مش عايزيني وقلتوا امشي همشي. لا طبعا انت مش هتمشي.
كل واحد حكم بدالك فضل في الحكم لغايه ما حصلت مصيبه. جمال عبد الناصر ما حضرتهوش بس متنوه سموه. مبارك قعد 30 سنه لما حصلت ثوره وفي مجازر حصلت وناس اتقتلت وناس اتحبست. ايه اللي جاب ليه السادات اختلوه. فانت سيادتك متمسك في الحكم لغايه اخر لحظه، لغايه ما الله اعلم اللي هيحصل ايه، لغايه ما خربت خلاص. يعني انت كده اديت دورك بكفاءه، فخلاص يعني هيك بيكفي. على رأي اخواتنا السوريين اللي بنحبهم كلنا طبعا. ما تقوليش انجازات من وجهه نظري يا جماعه فئه معينه دي انجازات. انتوا شايفينها انجاز؟ انا شفت بصراحه شفت الطريق الصحراوي تحفه، شفت كباري تحفه، شفت شوارع ممهده جميله جدا طبعا، بس دي كلها حياه حضاريه، حياه زياده زي ما قلت قبل كده. احنا في اساسيات محتاجينها في البلد، مش محتاجين احنا الكباري والطرق دي. زي ما قلنا اي حد هيتطاول بعمله بلوك، واللي على عينه وعلى راسه اللي عايز يكون محترم ويجي يسالني او يتناقش معايا بكل احترام اهلا وسهلا بيه، مفيش اي مشاكل، مفيش اي مشاكل على عيني وعلى راسي. انا زي ما قلت انا من وجهه نظري الشخصيه ان اللي حصل ده انقلاب عسكري من الناحيه القانونيه، وانا قلت كذا مره درس قانوني يا جماعه، انا مش جاي من تحت الجاموسه، ومع احترامي للجماعه اللي جايه من تحت الجاموسه فيهم ناس مثقفه جدا وناس فاهمه كويس جدا وعندهم ضماير على الاقل، حتى اللي بيحكموا ضمايرهم حتى لو مش فاهمين. واللي يقول انت جاي من المطبخ روح اعمل لك محشي وماله، مش مشكله اكون محاميه وبطبخ، مفيش مشاكل برضه، مفيش اي مشاكل، مش هزعلكم برضه، حاضر عينيا. احنا بنتكلم بقى في موضوع جد يعني شويه. انا شايفه ان في بعض الناس اتضللت، مش ما انتوش خونه ولا عملاء ولا حاجه، لا ناس انتوا ناس وطنيين ومحترمين وشايفين حبكم لاسباب خاصه بكم انتوا بقى. في بعض الناس منتفعين فعلا، في بعض جزء من الاخوه المسيحيين اللي اتضللوا وقالوا لهم ده المخلص بتاعكم اللي هيزيح عنكم الاخوان والناس الهمجيين، الناس المسلمين الهمجيين دول اللي هيذبحوكم فهنخلصكم منهم. وفي بعض الفنانات والفنانين، في بعض الناس البسيطه اللي ضحك عليها عن طريق الاعلاميين اللي زي ما قلنا الدكتور عكاشه. تعالى انت بقى اقنعني، هات لي سبب واحد يخليني انا اتمسك بالسيسي. هات لي انجاز واحد غير الكباري وغير الشوارع. وزي ما قلت قبل كده هات اي مهندس لسه مبتدئ ولسه متخرج من الجامعه واديله فلوس وهيبدا. انت تقول لي انجاز لما في ست تحوش كده وتفاجئ جوزها ان بنت عماره ولا بنت قصر ولا بنت شقه ولا جابت شقه حتى، ده انجاز من العدم. لكن ما تجيش تروح تدين لي وتحط الديون ده في حين ما الدوله مديونه لوحدها وخربانه لوحديها وبعد ثوره، وتحط لي الديون دي في حاجات وهيات لناس معينه ومستوى معين لا يتجاوز 1% من الشعب المصري. الناس اللي قادره تعيش في المستوى ده اهو، الناس اللي طالعه على المطار واللي طالعه اللي ما اعرفش في سكه ايه والكومباوند ايه ما اعرفش والتجمع الخامس والتجمع الاول والقصص دي كلها. انا رحت تجمع قسما بالله العظيم، انا كنت رايحه من فتره التجمع الخامس ده دوله جوه الدوله، انا حسيت ان انا بره مصر. مستوى تاني خالص، مستشفيات ايه وفلل ايه وقصور ايه، وحتى بتوع الامن شكلهم ايه وبتوع الشرطه شكلهم، حتى اقسام الشرطه سبحان الله كده على وشهم كده حاجه غريبه الشكل غير الاقسام العاديه. دي مستويات لها ناسها، لكن في 90% من الشعب تحت الارض. يعني كان في جزء كبير تحت خط الفقر، دلوقتي 90% انا اعتقد ان تحت خط الفقر. واللي بيطلع يدافع ده يا جماعه بيدافع هو مش محتاج، هو ما جربش ان هو يكون محتاج. هقول لك على ماشي هو مش مليونير ومش ملياردير، بس مش ما مدش ايده، ما محتاجش في يوم من الايام ان هو ياكل عياله ولا يشرب عياله ولا مش لاقي يدفع ايجار السكن ولا مش لاقي يودي عياله مدارس. ما كانش يتكلم، اقسم بالله العظيم ما كان يتكلم ولا كان فاتح بوجه اللي بيدافع ده. فلما تدافع تحط نفسك في نفس الوضع اللي فيه الناس يوم ما تدافع. ما تدافعليش وانت بره، ولا تدافع لي وانت مبسوط جوه البلد، او انك انت في حريات، او انك انت ابن. ده بيبقى حته ممثل ما يسويش قرش وليه واسطه وليه سلطه وليه حصانه ويخش لي ما اعرفش بمخدرات المطار، ولو حاجه حصلت يروح لبتاع الشرطه يروح مطلعينه. ايه المهزله وقله الادب اللي في مصر دي؟ ما حصلتش في اي دوله محترمه في العالم. لا في احترام لقوانين، ولا في احترام لادميه بني ادمين، ولا في احترام لقضاء. حتى مجلس الشعب ملوش اي 60 لازمه. لا سلطه تنفيذيه عدله، ولا سلطه تشريعيه عدله، ولا سلطه قضائيه عدله. والقضاء قاضي الارض من قاضي السماء. هتشوفوا الويلات باللي بتعملوه في الشعب المصري. الاحكام الجزافيه دهياتي والمعتقلات انهي انجاز اللي بقى من دم الشعب؟ انهي انجاز اللي رجعني 200 سنه لورا؟ الناس اللي بتعمل بابور ما اعرفش بابور جاز مين، لا بابور جاز ايه ده، بيعملوا بتاع قوانين زي ما قلت لكم فران بلدي بالطين. يعني ايه اسره تدفع لها 1000 جنيه مرافق كل شهر كهرباء وغاز وميه؟ يعني ايه يعني في هم كام الف مرتب فيه كام الف ولا معاش فيه كام الف؟
مطلوب مني انا ارضى وان انا اقول امين. امين في ايه؟ امين لايه وعشان ايه؟ ما واحد فشل ما بالسلامه ويجي غيره. فين حركه التمرد اللي مضوا استمارات وهميه 90% منها وهميه ضد محمد مرسي؟ فين هم؟ ما يطلعوا، ما في حد يطلع كده يتبنى فكره تمرد تاني جديده ويقولها شوف افتح الميادين وشوف كم مليون هيطلعوا لك لكن انت ما استحاله هتعملها طبعا. انت مش هتعملها عشان انت عارف انك انت مرفوض امنيا واجتماعيا. الناس هتاكلك، هيدخلوا لك قصر الاسد يقطعوك وينسروك باسنانهم لو شافوك. مش ممكن تتجرأ وتفتح الميادين وتبعد اللي في ناس محترمه جدا من الشرطه على فكره، جدا جدا كمان، لكن في للاسف في كل نظام في فسده ربنا مش عايز يخلصنا منهم. في فسده ومجرمين لمصلحتهم ان الشعب يفضل متداس ومتهان ومتداس عليه بالجزمه عشان نفضل نقول يا باشا ويا بيه. هو الباشا وهو ابن البيه، مع ان فيهم ناس كتيره جدا مرتشين. وياما بنسمع عن بلاوي في الشرطه دي، ياما بنسمع عن ناس مرتشين وحراميه فيهم كتير وشبعانين مش جعانين على فكره. يعني ان لو حضرتك شفت كراسه الشروط بتاعه التقدم للشرطه او للحربيه، ان لازم يكون من الاعيان، يكون عنده حيازه وما اعرفش وايه عشان تكون عينه مليانه، عشان ما فيش حد يكسر عينه ويديله رشوه. وللاسف بياخدوا رشاوى برضه. ياما سمعنا عن ناس، عن قضاه شالوا من مناصبهم وظباط مباحث وظباط شرطه وما اعرفش وايه، كله اتشال من مناصب بسبب عمليات الرشاوي اللي ما فيش ضماير. اذا مات الضمير خلاص كل شيء انتهى. ولسه عايز تقنعني ان انا اسجف نظام فاشل وتقول لي انجاز؟ انهي انجاز ده؟ فين الانجاز ده؟ كل حاجه رجعت 300% لورا. زمان كان في مستشفيات والله كنا بنروح، ممكن اللي يخلع ضرس، اللي ما اعرفش اللي يكشف يعمل ايه، في طوارئ في المستشفيات، في دكاتره. دلوقتي الدكتور بتروح بتلاقي دكتور ماسكين على 7000 حاله ويصحوا منهم يعني يجروه كده عشان يشوف الحاله اللي قدامه ايه، واكتب برضه، اكتب ادويه، اكتب تحاليل، اكتب اشاعات، كله على حساب المريض. يعني الغلبان يموت يا اما يدور يتسول على الجمعيات. يطلب من الدكتور ان هو يفضل 24 ساعه في المستشفى، وان هو لما يفتحش عيادات، والدكتور ده حرام، والدكتور ده اسعاره غاليه. طب ما هو بني ادم، هو بشر وله وراه اسرته وراه التزامات. المدرس اللي بيهاجم المدرسين برضو ما عادش في مدرسين، لان الدوله نفسها اصلا بتسرق. يعني الدوله لا يوم ما هاجمت الدروس الخصوصيه ويوم ما قفلت السنترات فتحوا في المدرسه، يعني نفس الدروس ونفس الاعداد بتاخد دروس في نفس المبالغ، بس هم بياخدوا جزء من المدرس. يعني مثلا الدرس مثلا ب 100 جنيه لا بيبقى ب 90، يدوا المدرس على 90 والمدرسه تاخد ال 10 جنيه على كل طفل. ادي الحل بتاع الدوله المتاح. مفيش اي حلول. كله بيطلع يهاجم يقل ادب ويشتم، مفيش اي حلول. حلول ايه؟ لانه نظام فاشل اصلا. نظام قدراته العقليه محدوده. نظام قدراته العقليه محدوده، وده مش عيب. ربنا خلقنا طبقات وخلقنا عقليات وفروق فرديه. ما تجيب المتخصصين اللي يفهموا. فشلت ما بالسلامه يا سيدي ويجي غيرك. ايه المشكله؟ انت تعيش مليون سنه كفايه. خلاص هيتكتب التاريخ ان في واحد اسمه الزفتيسي مسك الدوله لمده 12 سنه وخربها، ويجي اللي بعديك. وبرضك وننتقد، مش هفضل اقول مش كل متاني هطلع اقول لا ده انتوا شعب خونه وانتوا شعب ما بيعجبكوش العجب. ايه المشكله؟ هو اله؟ هو القاضي ده اله؟ هو الرئيس الجمهوريه ده اله؟ ما يتحاكم. المشكله يعني ده في اسرائيل اللي هي اسرائيل بيقول عليها اللي هي عدوانيه واللي هي ما اعرفش ايه، كانوا بيحاكموا نتنياهو. 2 ضباط 2 في الشرطه بيحاكموه، ما اعرفش كان في تسريب حصل من مكتبه وبيتشال وبيتنكد طبعا، بيحاول يدافع عن نفسه ويقول لا الموضوع ملفق والموضوع نتنياهو اللي هو يعادل عندنا في مصر رئيس جمهوريه، رئيس وزراء اسرائيل، كان بيتحاكم وفي اي دوله محترمه. وانا حضرت على فكره، كان في حقبه من الزمن، كان في فتره ايام الشاذلي لما الله يرحمه كمال الشاذلي، كان بتقف الحكومه، كان بيقفوا الاعضاء يحاسبوه. كان ممثل الحكومه كان بيقفوا الاعضاء عنده مجلس الشعب يفضلوا يحاكموه. المشكله ما خربتش ده خلي داخله على دم. جاب لي كل ما هو فاسد رجعه تاني، كل ما هو حرام رجعه لبلد تاني. يا اخي عمرك شفت مجلس الشعب يكون الاعضاء اللي فيه ممثلين ومخرجين ويا ريتهم كمان في ناس محترمه في الوسط الفني، في ناس عندها قيم ومبادئ، فنانين ومخرجين ومنتجين وكتاب محترمه بتوع الزمن الجميل. جاب لي خالد يوسف يمثلني والهام يا نهار اسوح، يا نهار اسوح. وفيفا عبده تبقى الام المثاليه. ومش عايزين الناس تطج وتموت، مش عايزين الناس تتجهر وتموت. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم في الشعب المصري. والله مش السيسي ده لا يسوى شيء. انتوا اللي عملتوه اله، وانتوا ما مجدوه، وطلع يبكي لي ويعيط لي، وبرضه طالعين برضه تطبطبوا. الراجل مرهف الحس، حاسس بالشعب، بيبكي. بص خلي بالكم الخطه الجايه بقى ان شاء الله كده هيطلع نفس المسلسل بتاع
بتاع عبد الناصر، هيطلع يقول لي اتنحى عشان عارف انه فيك مليون، هيطلع يقول وراه امين ولا يا ريس، لا ما تسيبناش يا ريس، هنغرق بالبلد، هتغرق بالغرق يا ريس، ما تسيبناش يا حبيب الملايين. بشوفه كده والله ده السيناريو اللي جاي ان شاء الله. وبيدي مقدمات دلوقتي البلد هتخرب وهم عايزين يشيلوني، وانا خلاص انا ابن مصر البار، هسيب الحكم ليكوا انتوا. نفس السيناريو هيتعاد بالظبط. وافلح ان صدق، وافلح ان صدق. العمر هيتنحى، ده هيتشال، هيتخلع ان شاء الله كده واتي، خلع بالعافيه، خلع بالعافيه، وربنا يتوب علينا ان شاء الله ويولي من يصلح. وشكرا لحسن استماعكم.